مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم مهندس عاصم. اليوم راح اشرح آلية قبول طلاب المهني بالجامعات العراقية. بهذا المقطع راح اشرح الجامعات العراقية الكبار، تمام، اللي هي بغداد، مستنصر التكنولوجيا الى اخره. الفيديو الجاي اللي راح ينزل ورا هذا راح يكون يخص الجامعات التقنية، هي الجنوبية، الوسطى، الشمالية، وهكذا. اوكي. فراح نحكي بهذا المقطع عن آلية القبول بالجامعات العراقية الكبار، تمام. نركز على 3 نقاط. النقطة الأولى، أنت كطالب مهني عندك اختصاص، فمو بكيفك تقدم على القسم اللي يعجبك، لا، لك أقسام مناظرة بالجامعات العراقية تقدر تقدم عليها، أو أنت ملزم إنه تقدم على هاي. يعني مو بكيفك تقدم، مثلا أنت مسموح لك 5 أقسام أو 3 أو 4 أو 2، يعني بس إني تقدم، ما تقدر تروح بكيفك. أوكي، فهاي الشغلة لازم تكون يعني تاخذها بعين الاعتبار، مو بكيفك تقدم. بالجامعات الأهلية ما أدري، الأهلي شغلهم غير شغل. أنا أحكي على الحكومي فقط، ولا حد يسألني على الأهلي لأني أصلا ما لي دخل بالأهلي. ف على مود كل طالب يعرف شنو الأقسام المناظرة إله. راح انشرهم بقناة على التليجرام، اللي هنا بالصور بالفيديو ما راح يطلعن واضحات. أوكي. فراح انشرهن على قناة التليجرام، راح يكون رابط هاي القناة بالوصف، وأيضا رابط معرفي على التليجرام وعلى الانستغرام أيضا راح يكون بالوصف. انتقل إلى شغلة القبول. الجامعات بشكل عام أو الجامعة التكنولوجية وهاي يقبلون العشرة الأوائل. يعني انتوا آلية قبول يعني المهني، العفو، تقبلون العشرة الأوائل، أو اللي معدلاتهم عالية نقدر نقول. يعني هم قال لي مثلا، هم راح انشر صورة تلقوها بالقناة انه 60 في معدل 60% وفوق او هيك شي. المهم اللي معدلاتهم عالية او اللي 10 الأوائل، يعني هم حسب الخطة الدراسية. يعني بعض الأقسام مثلا عايزين 15 طالب من المهني، أو 10 أو أقل، هالحدود. أوكي. تقبلون المساعي، والمساعي ترتب عليه أجور دراسة أكيد. لكل أقسام الهندسة 1,500,000، عدا طب الحياتي 3 ملايين، والنفط 3 ملايين أيضا ذني. أما أقسام علوم الحاسوب، علوم تطبيقية، ذني 1,100,000. وأكيد يعني ما أعرف قد يقصدوا لكم إياه على دفعتين أو 3 أو أكثر، ما عندي علم صراحة. بالنسبة لطلاب طلاب المساعي عن جماعة المهني، أكو بعض الأقسام ممكن نسوي لكم استضافة، ومثل ما قلت يعني يداومون المسائي. اكو بعض الاقسام يعني عدد طلاب المسائي يكون قليل، ومثل عندها مقاعد بالدراسة الصباحية، فيسوون لهم استضافة ويخلوهم يداومون صباحي. يعني هم اسمهم مسائي ويدفعون اقساط والى اخره، بس هم يعني يكون دوامهم ويا الصباحي. اوكي. بالنسبة للاقسام الداخلية، سئلت البيجات وهاي، قالوا طلاب المسائي يحق لهم انه يقعدون اقسام داخلية، كلش طبيعي. نجي هسه إلى شغلة قبولكم بالجامعات. اكو بعض الجامعات احتمال ما تقبل طلاب مهني، حسب، بس انتبهوا، حسب كلام طلاب العام كانوا يراسلوني، قالوا رحنا جامعة بغداد وقالوا احنا ما نقبل مهني. ما اعرف اذا كلامهم صحيح او لا، فالطالب لازم يتأكد يعني قبل لا يكتب اماله هاي، يروح للجامعة يا بتقبلون له لا. هسه حاليا ببغداد الأدربية التكنولوجية 100% تقبل، عام قبلوا طلاب وكذا. المستنصرية أيضا تقبل. بغداد والنهرين أعتقد احتمال ما يقبلن، واعتقد باقي الجامعات كلها تقبل، بس الشخص لازم يتأكد، يعني يروح للجامعة ويسأل يا تقبلون مسائل ولا لا، يعني ما بيها شيء. اوكي. فلهنا ان شاء الله يكون انتهى الفيديو، انتهى الشرح، اتمنى استفاديتوا. ومثل ما قلت لكم، معرفي موجود اسفل الشاشة، وموجود ايضا بالوصف، سواء انستغرام سواء تليجرام، هو نفس الشيء. اللي يحب يتواصل وياي وان شاء الله ما اقصر وياكم. شكرا جزيلا على المشاهدة.